يستأصل هؤلاء قبل أن يستشري شرهم، واستئصالهم حيكون فتنة كبيرة. فبدنا نحاول إعلاميا نقول للناس اخرجوا منهم، هذول مجهولون، ممكن يكونوا، أنا ما أبالي، هذول يمكن يهود، أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان، فاخرجوا منهم، وإلا كل واحد سيكون معهم سيكون مباح الدم. هم شو معتقدهم؟ هذول تكفيريون، معظمهم تكفيريون. لا مش قائد حقهم. بعدين تكفيريون يعني بدون عقل، يعني أنت في ظرف ما يستاهل أنك تثير الفتن الآن والمسائل هذه، الحدود تسقط في وقت الجهاد وتؤخر، وأنت لا يهمهم ذلك. إذا إما هم إلى درجة من الحماقة ويغلب هذا على جنودهم، إلى درجة من الخيانة يغلب على قادتهم. جيب واحد من فرنسا. أنا من بلد المغرب عربي وأبوي مات وكذا، وأنا شوف جيب لي كأس ماء حار زي اللي جابوا مين هذا حمدان عبد الله. لا حول ولا قوة. هذه بس ما أخفيك شباب عقلاء توقف، والآن طلبوا للمحكمة. القاتل إيه عرف؟ معروف، معترف. قائد، هو قائد كتيبة دولة العراق. هو مو قائد كتيبة يا شيخ، هو والي. عفوا ولا كتيبة، الله المستعان. والي هو معين حاله والي. الله المستعان. ألقوا مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يا شيخ هذا الكلام قد يجعل الإنسان يخشى إنه الوضع يعني اختلاف مستطير لا سمح الله، أو أن الوضع سيء أو شيء. هل هذا شيء موجود بكثرة ولا لا؟ مسألة أفراد يا شيخ. التخوف كبير جدا. نحن بين مفسدتين. صح. أنا في ظني والله أعلم، يعني معذرة، السكوت أن لا في هذه المرحلة الآن لابد بصراحة